السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، سنة رابعة ابتدائي، وكمان أهلا وسهلا بكل أولياء الأمور الأعزاء. النهاردة إن شاء الله يا جماعة بإذن الله هناخد ليسون 2 الدرس الثاني في يونت 7 اللي هو يا جماعة طبعا أول واحدة في الترم الثاني إن شاء الله. طبعا يا جماعة الدرس الثاني لذيذ جدا وسهل خالص، الحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا. طبعا ليسون 1 في الوحدة السابعة زي ما اتفقنا إن شاء الله يا جماعة، دي أول واحدة في الترم الثاني. ان شاء الله هسيب يا جماعه الرابط بتاع الدرس الاولاني تحت في صندوق الوصف عشان الناس اللي فاتت منها الدرس يا جماعه وتابعوا معايا ان شاء الله. طبعا الفيديو النهارده يا جماعه هيقسموه ان شاء الله لاربع حاجات. اول حاجه الفوكابلوري، اهم الكلمات بتاعه الدرس الثاني ان شاء الله يا جماعه، هننطق مع بعض ان شاء الله بحروف الجر بالحاجات المهمه. بعد كده ناخد درس الريدنج اللي هو القراءه، ونشوف الحوار الجميل يا جماعه اللي دار النهارده. وكمان ما ننساش طبعا درس الجريمر اللي هو القاعده بتاعه الدرس الثاني دي يا جماعه، كل ده في خلال الفيديو بتاع النهارده. وهنختمها ان شاء الله باكسرسايز، تمرين لذيذ جدا وسهل قوي علشان نقيم حبايبنا الابطال فهموا الدرس ولا لا، وهكون معاهم ان شاء الله واحده واحده. ويا ريت في التعليقات اي حد مش فاهم حاجه انا تحت امره. الفوكابلوري اهم الكلمات يا جماعه مع بعض، يلا على بركه الله وننطق مع بعض. اول حاجه temperature، درجه حراره. temperature طبعا يا جماعه اليو ار اي تقشر. temperature climate يعني مناخ معتدل، كلمة جميلة قوي. fertile soil تربة خصبة. fertile soil. عندك هنا farmland أرض زراعية. farmland. نقول كمان مرة أبطال كده نرد مع بعض. temperature climate fertile soil farmland. جميل قوي. عندك كمان مجموعة من الكلمات اللذيذة جدا. weather اللي هو مع الطقس، سهل جدا يا جماعة. التي اتش اي بنطقها ذا زي كلمة father وماذر كده يا جماعة. adapt اللي معناه يتكيف او يتأقلم بالايه يا جماعة مش بالاو، لو هي بالاو هي معناها يتبنى شخص او يتبنى طفل. crops محاصيل، وطبعا مفردها كروب واحد محصول. environment معناها بيئة، كلمات سهلة قوي. كمان مرة أبطال كده. weather adapt crops environment يا جماعة اللي معناه إيه؟ البيئة. كمان عندك كلمة بنو آدم أو الإنسان عموما يا جماعة اللي اسمها humans اللي هو طبعا إيه؟ معناها بنو الإنسان أو بني آدم. Inuit people اللي هو معناه سكان المناطق القطبية سواء مثلا شمالي أو جنوبي. Bedouin people اللي هو معناه البدو يا جماعة، اللي هو ايه؟ اللي هو بيسكنوا الصحراء والحاجات ديت. good at بمعنى جيد فيه، وده يا جماعة بيجي على طول بعدها verb ing. nutrients معناها مواد غذائية، كان عندنا في الوحدة الأولى. almost يعني تقريبا، كلام سهل قوي. كمان مرة humans Inuit people Bedouin people good at nutrients almost يعني تقريبا، مش متأكد يعني وكده. تمام. عندك كمان في أي مكان anywhere في أي مكان. أما بقى في مكان ما somewhere خد يا جماعة من حرف الاتش هنا silent يا جماعة. come together يعني يأتون سويا. come together. places يعني أماكن، طبعا مفردها place مكان واحد، يبقى عندك anywhere somewhere come together places. كلام جميل قوي سهل قوي يا جماعه. عندنا كمان ما ننساش بقى مجموعه من الادجكتيفز يعني الصفات، ركز عليها النهارده عشان هناخدها في درس الجريمر او القاعده ان شاء الله يا بطل. نرد مع بعض يا جماعه. كلمه حر جدا too hot، خد بالك من كلمه too too cold بارد جدا. too hot حر قوي و too cold بارد قوي. too big كبير جدا. too small صغير جدا. طبعا انت ملاحظ ايه ان كلمه too معناها جدا اكثر من اللازم. طبعا tall اللي هو طويل tall، وعكسها short كلمات سهله قوي والصفات حلوه قوي. مبكرا early. كمان عندك كلمة late بمعنى متأخر عكس بعض يا شباب. early و late.
هاي يعني عالي، حاجة معاه زي الجبال كده حاجة هاي. أما لو بمعنى منخفض، لو الاتنين عكس بعض، هاي لو. easy سهلة قوي، كلمة easy يعني سهل وعكسها difficult يعني صعب، كلام عكس بعضه خالص. easy و difficult وهاي ولو حاجات جميلة جدا. عندك الفعل يحرق أو يحترق burn، burn burn يعني يحرق. hurt hurt يعني حاجة يؤلمني أو حاجة بتوجعني، حاجة معاه. عندك هنا polar climate، polar climate مناخ قطبي، حاجة متلجة قوي يعني. market يعني سوق، polar climate مناخ قطبي، والسوق اسمه ايه؟ market يا ابطال. حاجات جميلة جدا. برضك يا شباب للاسف لسه معانا كلمات تانية، معلش يا جماعة انا حريص جدا اللي ما فوتش اي حاجة عشان مهم قوي الكلمات دي هناخدها ايه في درس النهاردة. transport يعني ينقل، و tongue 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 يعني لسان، transport و tongue. افريكا افريكا اللي هي قاره افريقيا اللي احنا عايشين فيها يا جماعه. neighbor neighbor اللي معناها جار. ها كمان مره يا شباب، transport tongue افريكا neighbor. اما كلمه مزارع او فلاح كلمه قديمه قوي يا جماعه، خدناها في الترم الاولاني طبعا. farmer farmer farmer. water pipes water pipes اللي هو انابيب الميه او مواسير. friendly صفه حلوه قوي يا جماعه يعني ودود وطيب. friendly friendly. واخر كلمه special special مش special، لا ما في حرف الياء، special special عشان السي اي اي بنطها شين يا ابطال. اما بقى الافعال بتاع درس النهارده يا ابطال، طبعا مهمه جدا الافعال يا ابطال عشان طبعا نفهم الدرس والحاجات دي مهمه قوي. اول حاجه الافعال المنتظمه مع look after ومضاها looked after، طبعا ما دام منتظمه خدناها في الوحده الاولى يا جماعه او في الدرس الاولاني يبقى اخرها اي دي. need needed need needed. help يساعد، helped يعني ساعد. حاجه معاها كلها افعال في الماضي منتظم، حاجه افعال كلها ايه منتظمه اخر اي دي. وعندك work worked يعمل عمل. transport transported ينقل نقل. هنا learn learned. خدوا يا جماعه ممكن learned اي دي او learned بالتي، هو اصلا فعل منتظم وكمان ممكن يبقى شاذ، الاثنين صح. like liked يحب أحب. وعندك كلمة use يستخدم، وused استخدم أو استعمل. دي يا جماعة أفعال كلها regular verbs أفعال منتظمة آخرها ed عشان أحول الماضي. أما بقى النوع التاني يا جماعة أفعال irregular verbs. الأفعال إيه؟ الغير منتظمة، عايزة حفظ يا أبطال. أفعال في الماضي بس في إيه؟ شاذة كلها مختلفة عن بعضها. عندك حاجة اسمها think ومضاها thought. think thought يعتقد أو يفكر، فكر أو ظن. drink drank. eat ate eat ate. سهلة أوي يا جماعة أهو، كلمات حفظ يا جماعة لازم نحفظها إن شاء الله. sell sold. يا جماعة مع التكرار إن شاء الله يا أبطال هتلاقي كل حاجة تسهل قوي. حاول إيه تسمع بردك الإيه النطق كمان مرة. find found يجد وجد. ها drew drew يرسم رسم. يا جماعة أفعال كلها مهمة جدا هتقابلك كتير قوي في الإنجليزي. لو أنت حفظتها دلوقتي هتوفر عليك جهد كتير قوي. hurt hurt يا جماعة نفس الفعل بالظبط. burn burn it يحرق حرقة. يا جماعة عندك الفعل build يا جماعة يبني مهم قوي. build built build بحرف الدي بقت built بحرف التي. عندك grew grew يا جماعة اللي هو معنى ينمو نما أو يزرع زرع. يا جماعة فعل برك مشهور جدا. make made يجعل أو يصنع ومضاها made صنع أو جعل. make made. وأخيرا choose chose choose choose يعني يختار اختار. دي يا جماعه افعال ايه irregular verbs الافعال الشاذه، لازم تحفظ يا ابطال عشان نعرف ايه نكون جمل صح وكده. اما الدرس بقى النهارده يا جماعه ان شاء الله اللي هو read and learn اللي هو الدرس بتاع جميل قوي اقرا وتعلم. عن ايه بقى مستر النهارده بقى؟ شوفوا يا جماعه عن ايه؟ اقرا معايا كده ولك ايه why do we live where we do. why يعني لماذا do we live أن نعيش where we do حيث نعمل. لماذا نعيش حيث نعمل. شو يا جماعه كلام جميل جدا بيتكلم عن ايه قد الانسان طبعا بيتكيف مع اي بيئه بيتحط فيها. بيقول لك ايه humans can live almost anywhere but we often look for three things. معناه ايه يا مستر كام دوت؟ هنزل بالترجمه حالا اهو يا بطل. بص معايا كده
اهو humans can live يعني يستطيع الانسان يا جماعة أن يعيش تقريبا في أي مكان يا جماعة but we often look for three things ولكن في الغالب بيدور على ثلاث حاجات مهمة قوي لازم توفر في البيئة اللي عايش فيها. إيه بقى؟ climate, water and soil. people like temperature climate يعني أول حاجة climate water وsoil يعني مناخ ومية وتربة أهم حاجة توفر في المكان اللي عايش فيه. لكن معظم الانسان يا جماعه بيحب temperate طبعا climate اللي هو المناخ المعتدل. somewhere that's not too hot not too hot and not too cold يا جماعه وخصوصا في البيئه اللي هي ايه اللي هو حر قوي ولا هي بارد جدا جدا يعني يحب يعيش في المكان المعتدل لا هو ساقع قوي ولا هو بارد قوي. دي يا جماعه بالنسبه ايه الانسان بيفضل البيئات ديت يا جماعه كلام حلو قوي ولازم بقى يكون فيها ايه فيها كلايميت ووتر وسويل زي ما اتفقنا مع مناخ وماء وتربه. we need water to drink and to help our crops grow. we need water معناه ايه بالعربي يا مستر؟ اهي الترجمه يا معلم نزل هي بطل. يعني we need water يعني نحتاج الماء. ليه بقى؟ طبعا to drink عشان نشرب ولمساعدة محاصيلنا على النمو to help our crops grow. صح يا جماعة؟ تمام. وايه كمان؟ كمان we need fertile soil so the crops have a lot of nutrients. يعني ايه؟ يا جماعه يقول لك نحتاج كمان لفيرتايل سويل تربه خصبه لكي تكون هناك مواد مغذيه nutrients. تمام قوي. تالت فقره يا جماعه بيقول لك ايه؟ these three things often comes together. يا جماعه غالبا الثلاث حاجات دي لازما يجوا مع بعض. هذه الاشياء الثلاثه غالبا ما ياتون سويا. فيا جماعه اللي هنا ايه زي الكلايميت والسويل والووتر. فاكرين ايه كمان؟ بيقول كمان ايه البليسز المكان with water اللي فيه ميه usually have fertile soil غالبا يكون فيه تربه خصبه and temperate climate وكمان درجه حراره بتبقى معتدله وزي الفل. يا جماعه خد بالك من كلمه temperate climate اهو بيقول لك ايه بالعربي الاماكن التي بها ماء عاده ما تكون لديها تربه خصبه وكمان مناخ معتدل اللي معناه بالانجليزي ايه temperate climate. يا جماعه fertile soil and temperate climate. خد يا جماعه من الالفاظ دي مهمه جدا تحفظها عشان يجيلك كتير قوي في اختيارات. طيب ايه كمان يا مستر؟ as humans احنا كانسان بقى we are very good at adapting to live any environment around us. الله كلمة حلوة يا جماعة الصراحة سطر جميل قوي قوي الصراحة يتبروز. يعني بقول لك ايه احنا كبني ادمين يعني او انسان نحن جيدون جدا في التكيف مع البيئة حولنا. اي سبحان الله يعيش في الصحراء يعيش مثلا في القطب الشمالي يعيش في اي مكان يعيش. خد بالك من جود ات خدناها يا جماعة من شوية بيجي بعدها على طول الفيرب اي ان جي يا جماعة adapting. خد بالك عشان اجيبها لك في سؤال في اخر الفيديو. اجهز يا بطل. كمان بقول لك بقى humans can learn to live in the most difficult environment on earth. معناها يا مستر دي humans نترجم مع بعض كده مع الانسان ماله بقى can learn to live يعني الإنسان يستطيع أن يتعلم أن يعيش live in the most difficult environment في أصعب البيئات على الأرض. يعني في الصحراء يا جماعة هناك صعبة جدا عايش. بقول لك بقى Inuit people live in the Arctic regions where temperatures can be around -40 Celsius. يعني ايه مستر بقى؟ بقول لك بقى شويه يا جماعه البيئات الصعبه قوي ان سكان المناطق القطبيه بيعيشوا في المناطق القطبيه حيث درجه حراره حوالي -40 -40 درجه مئويه طبعا يعني حاجه تلج ما حدش يستحملها. وسبحان الله ناس هناك عايشين هناك في الاماكن القطبيه اللي هم طبعا انيوت بيبول الناس القطبيين. كمان عندك بدوين بيبول الناس البدو live in the desert where temperature can be around 50 Celsius. حتى كمان بقول لك ايه حتى البدو كمان على عكس خالص بقى الانيوت بيبول البدو ممكن بقى يعيشوا فين في الصحراء حيث درجات الحراره يمكن ان تصل حوالي 50 درجه مئويه. التمبريتشرز can be around 50
سيليزيوس، 50 درجة مئوية يا جماعة. دي نظام البدو يا جماعة. يعني شوف الإنسان سبحان الله بيعيش في أي حتة ما بيقولش لأ. في القطب الشمالي هناك سالب 40 شغال حتى أو ملاحظة مهمة جدا جدا كانت متكررة كل شوية في حفظ الكلمات اللي هي كلمة تو. بيقول لك بقى لو أنت عاوز تقول إن الشيء دوت زائد عن الحد أو حاجة لا يطاق، حاجة صعبة قوي، حاجة حر جدا، سخن جدا، طويلة جدا، تعمل ايه يا شباب؟ بص كده لك حط كلمة تو، لا تي او او وبعدها على طول الادجكتيف اللي هي الصفة. تو تي او او، طبعا هنا دبل او مش او واحدة يا جماعة، ولا هي تي دبليو او اللي هو 2، لا. ازاي يا مستر؟ بص كده لك ايه؟ تو سمول يعني صغير جدا، شوف اهو تو والصفة. تو هوت، طبعا كلمة هوت يعني حار أو سخن، يعني حار جدا، شوفوا يا جماعة تي أو أو مش أو واحدة. كمان يقول لك إيه؟ too difficult يعني صعب جدا، تي أو أو برضه. شوفوا يا جماعة كل حاجة تي أو أو لكن تو وبعدها على طول الصفة. طيب عايزين أمثلة يا مستر؟ خد يا معلم، شوف يا بطل كام مثال دلوقتي. يقول لك إيه؟ the shirt القميص is too small I can't wear it. القميص too small اهو. شوفوا يا جماعه هنعمل كده دايره كده على كلمه too small اهوت، علشان دوت تو تي او او بعدها الصفه على طول small صفه اهو. القميص ضيق جدا انا مش قادر البسه. جميل قوي يا جماعه، شوف الصفه وقبلها كلمه تي او او. طب just another example مثال كمان اهو، عشان كتر امثله يا جماعه مهمه جدا بتفهمنا الدرس بسرعه بردك. يقول لك ايه؟ the desert دي يا جماعه مثال موجود عندنا في الكتاب بردك الوزاره. الصحراء is too hot I can't live there. ها برضه يا جماعه نعمل دايره على تو صفه too hot تي او او وكلمه هوت. الصحراء حر جدا ما اقدرش اعيش هناك عشان حاجه صعبه قوي يا جماعه. ادي تي او او والصفه. ادي يا جماعه ايه الدرس النهارده، ولكن عايز بقى مجموعه من الاسئله ونشوف الشاطر اللي يقول اجابه قبل ما نقولها. طبعا يا جماعه مجموعه من الاسئله اهوت موجوده بره في كتاب الوزاره مع بعض كده. شوف يا معلم بيقول لك read and choose اقرا واختار ما بين letter A و B و C و D. بيقول لك ايه؟ people الناس او البشر often look for climate water and نقط سبيس كده يا جماعه when they find somewhere to live. الناس او البشر دايما بيبحث عن ايه؟ المناخ والميه وايه كمان؟ ها اول حاجه الاويل ولا السويل ولا الفويل ولا البويل؟ ها حفظ الكلمات مهم قوي يا جماعه، يفرق مع اي حد السنه دي. اكيد يا جماعه الانسان بيدور دايما على الميه والمناخ، واكيد كمان التربه عشان يقدر يزرع فيها طبعا الايه الكروبس. يبقى نختار حاجه اسمها سويل. لتر بي يا جماعه، لتر بي الاختيار الثاني لا سويل اس او اي ال هو التربه، مش بترول طبعا ولا يغلي ولا حتى الفويل الورق الفويل لا. طيب نمبر 2 يا شباب بيقول لك ايه؟ انيوت and Bedouins. طبعا انيوت يا جماعه اللي هو الناس اللي بيعيشوا في القطب الشمالي وكده في الثلج، وبيدوينز طبعا اللي هم البدو في الصحراء. يعتبر بيبول ناس او بشر ايه؟ سبيشال يعني مميزين شويه، ولا جنرال ولا يوجوال ولا اوردينري. اكيد يا جماعه مش كل الناس تقدر تعيش مثلا في الصحاري او تعيش في القطب الشمالي وكده، صعب جدا. اكيد ناس مميزين، مش كل الناس والبشر يقدروا يعيشوا في البيئات الصعبه ايوه دي، لكن اكيد بيبقى ناس مميزين سبيشال مش جنرال ولا يوجوال ولا اوردينري، مش عاديين، لا مش عاديين خالص يا جماعه. صعب قوي حد يتكيف ويعيش هناك في الاماكن اللي هي قارصه قوي في الظروف ديت. طيب نمبر 3 بيقول لك ايه؟ هيومنز البشر ار جود ات. فاكرين يا شباب قلنا كلمه جود ات بعدها بيجي على طول الفيرب اي ان جي. ولكن ايه؟ البشر جيدين في ايه؟ ادابت ولا ادابتس ولا ادابتد ولا ادابتنج. طبعا هتقول يا مستر انت كده تعتبر حلتسي، انت قلت لي اهو لو شفنا حاجه اسمها جود ات قبل نقط يبقى نختار على طول الفيرب اي ان جي. اكيد الاجابه هتبقى لتر دي. لتر دي يا جماعه هناك هيات ان شاء الله وقتها يا شباب اسمها ادابتنج اللي معناها بالعربي التكيف او التاقلم. adapting اللي معناه التكيف او التاقلم، الانسان جيد في التقيم اللي هو ممكن يتقيم مثلا ايه كيف مع اي مكان يعيش هناك. طب نمبر 4 السؤال الرابع ان شاء الله يا جماعه بيقول لك ايه؟ نقط climate is not too hot and not too cold. يعني ولا هو حر قوي ولا هو بارد خالص. طبعا يا شباب حفظ الكلمات مهم قوي. يا ترى ايه؟ الديزرت الصحراء
ولا temperate اللي هو المناخ معتدل، ولا البولار اللي هو القطب الشمالي مثلا او حاجه الثلج، ولا arctic اللي هو القطب الشمالي. طبعا يا جماعه اكيد طبعا ولا هو not too hot and not too cold، يبقى اكيد مناخ معتدل. اكيد يا جماعه الاجابه على طول تبقى لتر ايوه صح. ان سامع ناس يا جماعه هي لتر بي يا مستر عشان تقول لنا حاجه اسمها temperate climate يعني مناخ معتدل. ما شاء الله يا جماعه وربنا يبارك فيكم. طيب عايزين يا جماعه نخش على رقم 5 اهو يا جماعه. بنحل مع بعض كتير، كتر الحلقه يا جماعه مهمه جدا او السنه دي. 5 بقول لك ايه؟ نقط climate is too hot بيبقى حر جدا. اكيد المنطقه الحاره يا جماعه اكيد في ناس عارفاها من غير حتى ما نقرا حتى بقيه اختيارات. الديزرت ولا temperate ولا البولار ولا الاركتيك. طبعا يا جماعه الاركتيك يعني القطب الشمالي مش هو خالص طبعا. اكيد طبعا جو حر جدا. temperate اللي هي لتر ب يا جماعه قلنا مناخ معتدل، ولا البولار اللي هو القطبي. طبعا يا جماعه اكيد حاجه حر قوي تو هوت اكيد هي الصحراء ديزرت. طب نمبر 6 يا شباب بقول لك ايه؟ نقط كده نقط climate is too cold. طبعا هنا too cold بمعنى بارد جدا. ايه المناطق من دول يا جماعه بتبقى الجو فيه بارد جدا؟ يا ترى desert اللي هي الصحراء، ولا temperate اللي هو المناخ المعتدل، ولا البولار اللي هو القطبي، ولا بدوينز اللي هو طبعا اللي هو البدوي او المناخ اللي هو الصحراء طبعا مع البدو طبعا عايشين طبعا في الديزرت وكده. اكيد لما يكون الجو مع حاجه اسمها تو كولد الجو بارد جدا او يا جماعه اكيد اما في الاركتيك او في البولار اللي هو في القطب الشمالي او في المناخ القطبي. طيب لاست وان اخر واحده يا شباب اهو ربنا يبارك فيكم يا جماعه. بقول لك ايه؟ وي نيد محتاجين نقط تو درينك. محتاجين ايه؟ محتاج ايه من الحاجه دي عشان طبعا نشرب. طبعا يا جماعه دي من اسهل الجمل عندنا اهوت ان شاء الله النهارده. محتاجين ايه؟ ساند اللي هو الرمل، ولا الووتر اللي هي الميه، ولا السويل اللي هي التربه، تراب صعبه قوي طبعا تربه كده، ولا الوود الخشب. طبعا يا جماعه اكيد دي مش بالسهله خالص خالص. محتاجين طبعا فاكرين يا جماعه قلنا الانسان محتاج الى الووتر، وكمان محتاج الى الكلايميت، وكمان بيحتاج الى السويل عشان يقدر يعيش. لكن هنا محتاج ايه عشان يشرب؟ اكيد هي الووتر. طبعا اسال الله العظيم رب العرش العظيم يا رب تكونوا انتوا استفدتوا بحاجه وربنا ينفع بينا وبيكم من الاسلام والمسلمين. اتمنى يا رب كده تشيروا الفيديو يا جماعه علشان طبعا زي ما الرسول قال خير الناس انفعهم للناس. ناس كتير تستفاد يا جماعه مننا، ويا رب اسمع منكم دعوه حلوه ان شاء الله تفعل الجرس وان شاء الله يوصلك بقيه المنهج. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.